عفوا، الصورة مقلوبة. نعم، للأسف هي كذلك. عندما يدق جرس بابك ذات مساء رجل متسائلا عن اسم جارك الملاصق لك وتجيبه بلا أعرف، أغلق بابك واعلم أن الصورة التي بين يديك مقلوبة. عندما تذهب لأخذ ابنك من مدرسته أثناء وقت الدراسة الرسمي وتفاجئ الجميع بأنك لا تعلم في أي شعبة هو، فاعلم أن الصورة ما زالت مقلوبة. وعندما تمر بأحدهم كل يوم وتراه كل يوم وتألفه ويألفك ولا تنبت شفتاك أو شفتاه بالسلام عليكم، عندئذ اعلم يقينا أن الصورة مقلوبة. عندما تفتش جوالك وتكتشف أن آخر مكالمة أجريتها لأقرب صديق أو قريب هي منذ أسبوع وأكثر، فاعلم أن الصورة ما زالت مقلوبة. وعندما تتحول علاقاتنا المنزلية إلى مجرد مسجات نرسلها لبعضنا من خلف أبواب غرفنا الموصدة، فاعلموا أن الصورة مقلوبة. وعندما تفتقدنا موائدنا التي كان يجدر بها أن تجمعنا 3 مرات في اليوم ليتناقص العدد إلى مرة واحدة، فاعلموا أن الصورة مقلوبة. عندما يسيطر الانتقام على علاقاتنا الاجتماعية فنجامل بحضورنا للمناسبات من يجاملنا بالحضور، ونتجاهل من تجاهلنا لا لشيء إلا لنرد لهم الصاع صاعين، فاعلموا أن الصورة لم تعد معتدلة. وعندما تتعنت الآراء ويظن كلا الطرفين بأن الحق معه، وعندما يفسد الاختلاف للحب وللود آلاف القضايا، فاعلموا بأن كلاهما يمسك بصورة مقلوبة. وعندما تمر بأذهانكم الآن صور أخرى مقلوبة، فاعلموا أن ألبوم الصور كله ما زال مقلوبا. ألم يحن الوقت لنعدل الصورة؟